يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين. وحشتوني جدا من اخر فيديو انا نزلته، وهستنى اللايك بتاعكم، الكومنت الحلو اللي بيحفزني انزل فيديوهات اكتر. حبيت اشارك معاكم النهارده طبقي النهارده بسيط جدا، مفهوش اي افتكاسة، بس هو فيه تفاصيل معينة وهتعجبكم جدا ولازم تجربوا. اول حاجة انا بشرت الجزراية، وكمان هقطع كده فلفلة خضرة وصفرة وحمرة، مسميها فلفلات اشارة المرور بصراحة، لان هما 3 الالوان مع بعض. انا بحب فلفل الالوان جدا. هقطع الفلفل قطع صغيرة. عايزة اقول لكم ان انا بعشق التونة بالطريقة دي، بجد بتبقى طعمها مختلف وطعمها حلو قوي. وكمان ساعات بحط عليها مكرونة واكلها كده، بتبقى بسلطة المكرونة، يعني سلطة التونة بالمكرونة بتبقى برضو طعمها حلو قوي ومشبع جدا. قطعت بقى الفلفل كله وحطيته على الجزر، وهبتدي ان انا اقلب كل ده مع بعض. ولو عندك بقى الذرة الحلوة دي الصفرا اللي بتبقى في العلب برضو بتبقى حلوة قوي، انا ما كانش عندي بصراحة. هنزل عليها بقى بشوية مايونيز كده حلوين، انا ما كانش عندي مايونيز كتير، بس فضلت ورا البرطمان لحد ما حطيت المايونيز كله هرميه، يعني البرطمان مليان بصراحة. وهنا انا كنت بوريكم البرطمان فيه ازاي مايونيز من جوه، يعني كنت بوريكم ان انا عندي حق ان انا افضل وراه لحد ما كل ده ينزل. وحطيت عليها شوية خل، وهحط عليها ملح وكمون وشوية فلفل اسمر، وهعصر عليها ليمونة، وبس كده. ولو عندك بصل اخضر او بصل احمر علشان يبقى طعمه ما يبقاش طعمه قوي اوي في البق، حطي برضو بصلاية بتبقى طعمها خطير جدا. انا بحبها بصراحة بالبصل، بس انا بعمل كده ساندوتشات اللي ما بيحبش البصل، وبحط في ساندوتشاتي بصل بصراحة، لان البصل انا بحب البصل عامة مع الاسماك والتونة والرنجة والحاجات دي. صفيت بقى التونة كويس جدا من الزيت، بفتح لها كده فتحة بسيطة وبصفي الزيت نهائيا، بتأكد ان هي ما فيهاش زيت، لان انا مش بحب الزيت عموما بيبقى في التونة، ومش بحب الزيت بتاعها. احطهم بقى على الخضار وهديها تقلبتين. واللي بقى لو عندك كمان بقدونس رش عليها بقدونس، بتبقى طعمها خطير. انا بقى النهاردة هعملها في ساندوتشات كده فينو، ما حطيتش عليها مكرونه بصراحه، لان انا حبيت ان انا احمر بطاطس واحطها كده في الساندوتش، وبجد بتبقى خطيره. لازم ببقى عندي هي التونه. طبعا زمان كنا بنقول عليها اللي هي اكل ارداحي، بس دلوقتي التونه ما بتبقاش ارداحي، لان العلبه دلوقتي بقت مكلفه. تغيير، يعني منه تغيير من الاكل، يعني فاهمين. وكمان بنريح نفسنا بقى اللي احنا نقف نطبخ في المطبخ، ودخول المطبخ بقى وتفكري انت هتاكلي ايه ولا هتعملي ايه. مبقاش اصلا في الزمن اللي احنا فيه ده اكله اسمها ارداحي، يعني كل